أعزائي المشاهدين، لا زلنا متواصلين معاكم في القصر الأحمر، وإذا قلنا ضيوف مبدعين ضيوف عسف الربابة وغيره وغيره، واليوم إعلامينا غير أبو مريم، يعطيك طول العافية. عمرك يا هلا والله بالغالي. تعرف يا أبو بعد مريم. راسي معلك ما زود شاء الله الله يسلمك. نشوفك ثلاث أسبوع متواجد في القصر الأحمر وداعم حق أهل الجامعة. يستاهلون. هذا القصر يعني يمثل يعني هويتنا التاريخية والتراثية، وفيها يعني مهرجان ثقافي يحاكي يعني قصص صارت سابقا، ويعني شوف انت احتفالية ومهرجان فيه أمسيات شعرية ثقافية، فيها معارض، فيها يعني مجموعة من الإعلاميين الشعراء، ما شاء الله تبارك الله. يعني يطول الحديث عن القصر الأحمر وشنو يحتويه من يعني اللي موجود فيه. أبو مريم، شنو ذكريات بيت الشعر؟ الله، ذكريات بيت الشعر مع اني انا ما عشت بيت الشعر، لكن لما تذكر يعني القصص، الابطال، الشجعان، الكرماء، الفريس، كلها كانت بداياتهم او نشأتهم في بيت الشعر. عسى الله يرحم الميتين ويغفر ان شاء الله لهم جميعا. يا والله الإعلامي أبو مريم وغني اعتري من الإعلاميين المتميزين ولا كسرهم بحد. احنا نشكر تواجدك معنا، يعطيك العافية. الله يعافيك، وانت شكرا على تواجدك وحرصك على تغطية المهرجان الثقافي في القصر الأحمر. الله يحفظك.